السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد، اتمنى ان شاء الله يعجبكم. في عندي مشكلة في السيارة، تقطيع، ضعف عزم، لما اعبي بترول تسوي رقفة. يعني عندي مشاكل كثير. قررت الحل النهائي انه لازم نغير فيول بمب و... وتابع الحلقة وان شاء الله تعجبكم. طبعا بنشيل هذا الكرسي، كرسي جدا سهل تبطيله، في كليبات اثنين، هذا واحد وهذا الكليب الثاني، بس نشيله على فوق الكرسي ويطلع الكليب. بعدين بيجي معنا هذا، بس بننظف اول هذا المنطقة لانه في واجد اوساخ. طبعا لا تنسوا تفكوا صبع البطارية. في موجود كليبسات ثلاثة، واحد وهذا اثنين ثلاثة لتبطيل الكفر الخارجي. طبعا تبطيلها كذا بس. معنا خلص، نقدر نطلع الكفر. طبعا هذا معنى الفيول بمب. الحين تبطيله عن طريق ان نلفه اليمين، بس في وساخ كثير. انا الحين بغى انظف المنطقة. اول شي بنظف المنطقة عشان لا يطيح وساخ في التانكي، وبعدين ان شاء الله بنرجع لكم. طبعا اول شي بنظف الاوساخ. طبعا الحين فكينا الكهرباء، بس نكبس عليها ونطلعها. الحين بنفك هذا البيب. في البيب هذا في كليب هنا، كليبات اثنين، نضغط عليهم من اتجاهين ونسحب، يكون كذا بطلنا معنا البايب. الحين بننظف بعد المنطقة شوي. طبعا هذا الكليب اللي كان موجود. طبعا نظفنا المنطقة. الحين بنفك هذا الكفر. هذا الكفر اذا تشوفوه واضح معكم، هذا ينسحب يلف كذا عشان يتبطل. في الكليبات هون هنا. الحين بنحاول كل شيء بالسكرو، ما عندكم أداة خاصة، وبنشفك ان شاء الله. طبعا فكيناه بعد محاولات كثيرة. بنفك هذا الكفر الخارجي. بعدين بنطلع الفيول بمب. طبعا شوي شوي. طبعا هذا مع الفيول بمب. طبعا لا ننسى السيل، بنطلع السيل، هذا اهم شيء ضروري. طبعا هذا مع الفيول بمب. طبعا هذا الفلتر القديم. بطلنا الكفر. شوف كيف الأوساخ اللي موجودة، واضح. طبعا هذا الفلتر الجديد، طبعا مش جديد، مستعمل، بس شكل جديد، ما مستخدم كثير. شوف كيف. طبعا بطلت الكفر وشكت شيكت عليه انه نظيف. والحين ان شاء الله بنركبه. الحين بنركب فيول بمب. اول شيء نركب السيل.
ويكون في مكانه. بعدين نجي نركب الفيول بامب. طبعا اهم شي العوامة ما تنسوها، تركب العوامة بعدين نركب الفيول. طبعا كان كده خلاص ركب معنا. طبعا الحين خلاص ركبنا اللوكات. هذه اللوكات اللي موجودات، هذه لازم هذا يدخل كذا، ولما ينفك يتبطل لازم يطلع كذا. طبعا شوي فيه صعوبة لكن الحمد لله قدرنا عليه. الحين نرجع الفيشة. طبعا الحين ركبنا الفيشة، الحين بنركب البايب. طبعا كله كباس خلاص يكون كده. والحين بنركب الكفر. يكون كذا خلصنا شغلنا. الحين ان شاء الله بنقرب كيف تشغيل. خلاص ركبنا الكفر الخارجي، الحين بنشغل ان شاء الله السيارة. الحين خلاص ركبنا الفيول بامب واموره طيبة. شغلنا السيارة بدون اي مشاكل. الفيول بامب شغال 100%. قربناها مشينا طلعنا عليها وامورها في السليم والحمد لله. لا تنسونا بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو، وتابعونا ان شاء الله في حلقات ثانية في فيديوهات ثانية. واحسنتم.